السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا صلى على الحبيب قلب خطيب. عملت بيتزا بالخضار بالعيش السوري، طريقة سهلة وسريعة بمكونات متوفرة وحاجة خفيفة تنفع للغدا. لايك وشير لو عجبكم الفيديو. نزلت في الطبق بثلاث بيضات ورشة ملح ورشة فلفل اسود وأقلبهم بالشكل ده، وظرف بيكنج باودر، وربع كوباية ميل حليب، وهكمل تقليب بالشكل ده. وهنزل بالفلفل، قطعت قرنين فلفل رومي أخضر وأحمر وفلفل حار، وهنزل بيهم بالشكل ده واكمل تقليب. وقطعت طماطمايه صغيره وهنزل بيها بالشكل ده، وهنزل معلقه كبيره من السمنه. جبت صينيه دهنت الصينيه كده بدهنة سمنه من فوق معلقه كبيره بالشكل ده، وهبدا ارص العيش السوري بالشكل ده واعملها زي طبقات. ونزلت بالخضار بالشكل ده، وزعتها بالطريقه دي. وبعد ما اوزعها هنزل بالجبنه الموزاريلا، اعمل 4 طبقات بالشكل ده. والطبقة الأخيرة أنزل فيها معلقة كبيرة من السمنة والجبنة الموزاريلا، وأبدأ أدخلها الفرن. بقت بالشكل ده، وبدأت أقطعها مثلثات. أنا عملتها بالخضار، لو عايزين تضيفوا أي حاجة تانية ضيفوها، لانشون، جبنة رومي، فراخ، هتبقى أجمل وأجمل. وادي بقى الشكل النهائي، ومستني رأيكم في الكومنتات. وألف أنا والشفا.